السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الأكارم، وكل عام وأنتم بألف خير. بحلول العام 2018 من تلفزيون دولة إريتريا نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، معكم فيها قاسم أحمد، والبدء كالعادة بأبرز العناوين. فخامة الرئيس أفورقي يعبر عن تمنياته الطيبة بمناسبة العام الجديد. أعضاء الخارجية الإريترية يتفقدون المناطق التنموية والتاريخية. تدشين مركز ترفيهي أهلي في العاصمة أسمرة. قتلى في حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة في كينيا. مقتل 15 في انفجار بجنازة في شرق أفغانستان. وتركيا تعتقل 20 شخصا تشتبه أنهم أعضاء في الدولة الإسلامية. أهلا بكم. أعرب فخامة الرئيس أفورقي عن أمنياته الطيبة لكافة الشعب الإريتري في الداخل والمهجر وأعضاء قوات الدفاع، حماة السيادة الوطنية والناشطين في برامج التنمية الوطنية، بالإضافة إلى أصدقاء وأحباء إريتريا بمناسبة حلول العام الجديد 2018. وقال فخامة الرئيس أفورقي في تهنئته إن الشعب الإريتري انتصر بصموده وتصديه القوي على كافة التحديات والمؤامرات المحاكاة ضده، وقدم تهنئته الحارة بمناسبة العام الجديد لبلوغ الشعب الإريتري عتبة المستقبل المشرق. نظم أعضاء وزارة الخارجية الإريترية البالغ عددهم حوالي 200 شخص زيارة تفقدية إلى المناطق التنموية والتاريخية في أقاليم جنوب وشمال البحر الأحمر والقاشبركة في الفترة من 21 وحتى 29 من ديسمبر الحالي بمناسبة العام الجديد. واشتملت الزيارة التفقدية البرامج التنموية المتواجدة في الخطوط الرئيسية كمناطق مصوع وعدي وعصب ورحيت وأفعبت ونقفة وساوى وكركبت وهيكوتا وأم حجر وتسني. وتفقد الزوار من الشباب والسفراء بمعية سلطان رحيت عبد القادر داود المناطق التاريخية والأثرية المنتشرة في المنطقة، وكان 95% من الزوار من الشباب. وذكر السلطان عبد القادر بأن المناطق تتمتع باستراتيجية كبيرة إضافة إلى احتوائها الآثار والعادات الهامة، مشيرا إلى إعطاء أهمية كبيرة لتعريف الشباب بثقافتهم لمحافظتهم على ثقافتهم الثرة وقيمهم السمحة. وقال المدير العام لقسم البحوث والدراسات في وزارة الشؤون الخارجية السفير عيسى أحمد إن الهدف من الزيارة هو تفقد البرامج التنموية الجارية معطية المناطق البعيدة أولوية لضمان الأمن الغذائي وتحسين معيشة المواطنين، وكذلك لتوزيع معارفهم في ذلك المجال. وأوضح المشاركون في الزيارة لوكالة الأنباء الإريتريا إرينا بأنهم تلمسوا وتفقدوا عن قرب المناطق التنموية والتاريخية التي كانوا يسمعون بها بالحكاوي الشفهية، وعبروا عن إعجابهم للبرامج التنموية الجارية بالقدرات المحلية وخاصة الشباب، بالإضافة إلى استمرارية سلطنة رحيت التقليدية دون التأثر بالعولمة والحداثة. دشن حاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياي في 30 من ديسمبر الجاري مركز كيرتا الترفيهي الأهلي في منطقة عداق حموس بالعاصمة أسمر المشيد بكلفة بلغت 9.5 مليون نقفة. وأوضح المدير العام لقسم التنمية المعمارية في الإقليم الأوسط المهندس سيف ألم ولد ميكائيل أن المركز الترفيهي المقام في مساحة 7140 متر مربع ملائم جدا للترفيه الأسري. من جانبها أشادت مدير مديرية عداق حموس السيدة صالحة محمد علي تفاني ومساهمة السكان لتسريع مبادرة تحويل المساحة الخالية إلى مركز أهلي للترفيه. وقدمت الشهادات التقديرية من يد اللواء رمضان عثمان أولياء للمساهمين الاستثنائيين في العمل. ومنح اسم للمركز الترفيهي كيرتا الواقعة في بقمة عشرم، وهو موقع استراتيجي ودمرت فيه قوات النظام الإثيوبي الاستعماري عام 1985.
بدأت عملية تحديد إيجارات المتاجر في المباني الخاصة بالإقليم الأوسط تنفيذا للوائح إيجارات البيوت الجديدة والتي صدرت في شهر أغسطس لعام 2017. وأوضح مكتب إدارة إيجارات البيوت في الإقليم الأوسط أن هدف الإجراءات هذه لا تختلف عن المساكن، وتساعد لوجود نظام أسعار موحدة وعادلة في البلاد عامة، وتحدد وتراقب علاقة المؤجر والمستأجر. وبموجب اللائحة التي أصدرتها وزارة الحكومات المحلية، فأن على المؤجر واجب عقد اتفاق لسنتين على الأقل مع المستأجر بالأسعار الجديدة للمباني المخصصة للمتاجر التي كانت مؤجرة بالأسعار القديمة، وكذلك تجديد اتفاق لسنتين على الأقل. وتوضح اللائحة الجديدة أن على المؤجر تجديد عقد الإيجار ما لم تحكم المحكمة المختصة بإخلاء الإيجار، كما أن على المؤجر إذا رفض تجديد عقد الإيجار فأن على المكتب الحكومي المعني بمنح التصاريح التجارية تجديد التصريح دون طلب عقد إيجار من المستأجر. وعلم بأن إيجارات المتاجر تكون حسب المساحة بالمتر المربع وعلى أساس مناطق الإيجارات 10. وقد تم حاليا فتح مكتب مركزي لتنسيق البرنامج في الإقليم الأوسط وفروع في أغلب المديريات التي شرعت في التنفيذ. يقوم سكان مديريتي أصمات وحلحل في إقليم عنسبة بأنشطة إصحاح البيئة. وأوضحت مديرية حلحل عن إنجاز 87% من مهام إصحاح البيئة التي بدأت عام 2008، بينما انخفضت الأمراض المنتقلة لعدم نظافة البيئة بنسبة 18% بمديرية أصمات. وأشارت التقارير إلى استخدام 34% من سكان أصمات لدورة المياه في السنوات ال5 الماضية. وقام مكتب الصحة في المديرية إلى جانب أنشطة إصحاح البيئة بتوزيع أكثر من 21 ألف ناموسية في السنوات ال3 الماضية. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة في إقليم عنسبة الدكتور كست برهان سلمون حول إنجازات إصحاح البيئة في المديريتين. أوضح بأن البرامج المنفذة لإحداث تغيير في العادات تحقق نتائج مرضية. وطالب سكان المديريتين لحل النقص في الأدوية وسيارات الإسعاف، وإكمال بناء المؤسسات الصحية وعنابر انتظار الحوامل، وبناء عيادات في مناطق شغالي وإيراء وشاكا وغريت، وتحسين عنبر انتظار الحوامل في منطقة ملبسو. دعا طلاب قلل عنده بمديرية فرو للدفع بتجميع القرى لرفع المشاركة في التعليم خاصة الطالبات. وأوضح الطلاب أن عدد الطلاب وخاصة الطالبات في انخفاض مستمر لأسباب مختلفة، داعين لقيام بحملة توعية لإصلاح ذلك. وأحسوا لوقف مقاطعة الطالبات للتعليم بذريعة بعد المدارس والزواج، ويمكن حل الإشكالية بالتعبئة وتجميع القرى. وقال مدير مدرسة قدم الابتدائية والمتوسطة أن عدد الطلاب لا بأس به مقارنة مع تعداد السكان، وبالإمكان ارتفاعه مع تجميع القرى. فاصل ونعود مشاهدينا الأكارم لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم على أنباء العالمية. حيث قتل 36 شخصا على الأقل وأصيب 11 آخرون بجروح في حادث اصطدام مباشر بين حافلة وشاحنة على طريق في وسط كينيا بحسب ما أفادت الشرطة. وصرح قائد شرطة الوادي المتصدع زيرو أرومي أن حصيلة القتلى باتت 36 بعد أن كانت 30 قتيلا. وقع الحادث على الطريق السريع بين ناكورو والدوريت، حيث اصطدمت حافلة انطلقت من بوسيا في غرب كينيا بشكل مباشر مع شاحنة كانت آتية من ناكورو. وذكرت الشرطة المحلية أن أكثر من 100 شخص لقوا مصرعهم على هذا الجزء من الطريق خلال ديسمبر وحده. ونقل الجرحى إلى مستشفى ناكورو، ويلقى حوالي 3000 شخص مصرعهم كل سنة في حوادث السير في كينيا. كما تفيد الأرقام الرسمية فيما تعتبر منظمة الصحة العالمية أن هذا العدد بلغ في الواقع 12,000.
قال المتحدث باسم حاكم إقليم ننكهار في أفغانستان عطا الله خوجياني إن هجوما انتحاريا وقع أثناء جنازة بمدينة جلال آباد في شرق البلاد، مما أسفر عن سقوط 15 قتيلا على الأقل وإصابة 13 شخصا. وأضاف أن المهاجم فجر نفسه وسط الناس الذين تجمعوا في مقبرة بالمدينة للمشاركة في جنازة مسؤول سابق بالإقليم. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي جاء بعد أيام من معطل 41 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 80 في هجوم انتحاري على مركز ثقافي في العاصمة كابول. وأعلنت القوات الأفغانية المدعومة بضربات جوية أمريكية مكثفة تحقيق نجاحات كبيرة ضد حركة طالبان وجماعات متشددة أخرى بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية، إلا أن الهجمات على أهداف مدنية ما زالت مستمرة وتتسبب في إسقاط عدد كبير من القتلى والجرحى. ابتكر علماء في سويسرا تقنية جديدة لقراءة الوثائق القديمة الهشة المعرضة للتلف بسبب قدمها دون فتحها وتعريضها لمخاطر الضياع ما تحتويه. وتستخدم هذه التقنية في كلية بوليتشنيك فيدرال لوزان، وذلك عن طريق التصوير المقطعي بالأشعة السينية لفحص كتاب كامل كل صفحة على حدة حتى دون لمسه. وستستخدم هذه التكنولوجيا لبناء أرشيف رقمي مفتوح من البندقية إلى إيطاليا، والتي لديها كمية هائلة من السجلات توثق حوالي 1000 سنة من التاريخ تغطي 80 كيلومتر من الرفوف. وهذه هي الخطوة الأولى نحو الاستخدام الحقيقي لهذه التقنيات في أرشيف الدولة في البندقية، حيث تم الانتقال من اختبارات الجدوى إلى تجارب حقيقية. وعلى النقيض من الكتب الحديثة فإن ورق الوثائق القديمة نادرا ما يكون مسطحا، ولكن بالأحرى يكون قد شوه مع مرور الوقت. هكذا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا الأكارم إلى نهاية نشرة هذا المساء. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء، وكل عام وأنتم بخير مجددا. بسرات كاب أقول تلفزيون إيرترا أقول تلفزيون إيرترا رحت حدش عامة النابلة عامة السلام رهوة قسانت فويتان بالتسقنان نملا حزب إيرترا يمنا بمغنيات